فاكرين يا اخواتي فيلم ضد الحكومه بتاع احمد زكي الله يرحمه؟ فاكرين المقوله الشهيره بتاعته لما كان بيترافع يقول لك كلنا فاسدون لا استثني احدا؟ كلنا فاسدون، كلنا فاسدون لا استثني احدا حتى بالصمت العاجز فكلهم فاسدون لا استثني احدا. حسين لبيب زي مرتضى منصور زي ممدوح عباس كلهم في سله واحده. نادي الزمالك لو بيتحارب فبيتحارب 10% من بره و90% من ابناء نادي الزمالك، ودي مشكله نادي الزمالك عكس النادي الاهلي على النقيض. عشان كده زي ما انت شايف في شهر واحد يا مؤمن، في شهر واحد 6 ايقافات قيد. يا راجل ده مرتضى منصور يستحي يعملها. ده مرتضى منصور في اخر 4 سنين تقريبا ما جابش ايقاف ولا ايقافين قيد ولا 3 بالكتير. انت في شهر واحد جايب لي 6 ايقافات قيد يا راجل يا مؤمن. يا راجل ده احنا دفعنا عنك في الاول كتير وقلنا شايلين تركه تقيله كتير. ده انتوا افشل مجلس اداره في تاريخ نادي الزمالك مجلس حسين لبيب، حرفيا مجلس فشل في كل الملفات. ده مرتضى منصور لما كان بيفشل في كره القدم كان بيكتسح في الصالات، كنا فعلا ملوك الصالات على حق. دلوقتي انت ضيعت العاب الصالات اللي احنا ما حدش بيقف فيها قدامنا، ولا في افريقيا ولا في مصر ولا في اي حته، ولا حتى في كاس العالم للانديه كنا بنتالق. السله نفس القصه، الطايره نفس القصه، كره القدم في الحضيض. يا جدع انتوا لو حد مسلطكم علينا هتبقوا احن علينا من كده. ده انتوا لو قاصدين ومتعمدين توقعونا هتبقوا احن علينا من كده. ارحلوا لو انتوا بتحبوا نادي الزمالك، ارحلوا يا افشل مجلس اداره جه. لو انتوا عندكم ذره دم، نقطه دم، ارحلوا قبل ما الجمهور يعمل معاكم الصح. ارحلوا عشان الايام اللي جايه تبقى سواد عليكم انتوا اكتر من نادي الزمالك. نادي الزمالك ياما عاش يعني اكتر من كده بكتير، بس بصراحه لا، اكتر من كده ما شفتش. 6 ايقافات كده، 6 ايقافات كده، فشلتوا في كل الملفات. لعيبه جبتوها غلط كتير، زياد كمال ومشلاك ومش عارف مين ومحمد حمدي، فشلتوا في ملفات كتير قوي واتعملتوا عقود غريبه كتير قوي. مش هتكلم، الناس كلها عارفه القصص دي كلها. عايزه ساعتين 3 عشان نتكلم على الفشل بتاعكم. بجد الواحد تعب. صلوا على النبي يا اخواتي صلى الله عليه وسلم. اعمل لي فولو عشان تعبنا مش هيبقى من كله. سلام.